تعالي نعمل مع بعض كفتة الحادي بطريقة سهلة جدا ووداعا بقى لغلاء الأسعار وجشع التجار، وهنعملها أحلى وأنضف في بيتنا بجد بطريقة سهلة جدا وبدون مكونات كتير، هشة من جوه وتحفة والطعم حكاية. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف طريقتنا ايه. هيكون معايا كيلو من اللحم المفروم، بس انا استخدمت 75% من اللحمه عليهم 25% من الدهون، ده اساسي لازم يبقى معانا عشان بجد تطلع معاكي حلوه جدا. معايا بصلتين كبار كده مفرومين مبشورين، عصرتهم كويس وسايبه الميه على جنب، ونحط عليهم بقى تبلتهم بملح وفلفل اسود، معلقه صغيره من بيكنج باودر، معايا رشه من بهارات اللحمه، رشه بسيطه من جوز الطيب، ومعلقتين صغيرين من السكر. بس كده. عايزه تضيفي في الحته دي في المرحله دي بقدونس، ضيفي، مفيش مشكله خالص، ولكن انا استكفيت بده وبتطلع معايا روعه. والكفته يا جماعه ما بتحتاجش اكتر من كده. عايزه اقول لك ان كفته الحاتي بيتضاف عليها شويه بهارات صغيرين جدا، ملح وفلفل اسود فقط مع البصل. تعجنيها بقى، تفضلي تعجنيها او تديها ضربه في الكبه لحد ما توصل معاكي تطلع خيوط بالمنظر ده. هقولك على تركايه حلوه جدا. جبت هنا بعد ما عجنتها فحمه معايا، هنطشها بشويه زيت صغيرين جدا ونسيبهم 10 دقايق تاخد ريحه الفحم. بتغنيكي ان انت تطشيها بالفحم في الاخر او ان انت تكوني شويها على الفحم. سبتها 10 دقايق. معايا ميه البصل اللي انا سبتها على جنب، حطيت عليها معلقه صغيره من الصلصه، رشه ملح ورشه فلفل اسود، ومعلقه صغيره من الزيت، ودي هصبع بيها الكفته. بعد العشر دقايق هبدا اشيل الفحمه وابدا احطها في التلاجة مش اقل من نص ساعه. بعد ما حطيتها في التلاجة نص ساعة أو تشيليها ليلة كاملة بتبقى تحفة جدا. هبدأ بقى نصبعها، تجيبي بقى المسن السكاكين عندك تصبعي عليه، أو أي عصاية خشب، عيدان الشيش تاووك. أنا استخدمت الاسباتولا عشان كانت هي اليد بتاعتها مدورة. وبدأت أخد من الخليط اللي أنا عاملاه على جنب بتاع مية البصل بصبع بيه، وبشيل زي ما احنا شايفين كده بالظبط. معايا بقى في صينية زي شايفين، هنبدأ بقى نصبحهم كلهم بالمنظر ده، وابدأ اديهم كده فرشة من الخليط بتاع مية البصل معايا، وبعد كده ادخلهم فرن ساخن. فتحت الفرن قبليها بعشر دقايق وبألف هنا والشفا. بجد قعدت معايا نص ساعة وزي الفل. ابقي جربيها وقولي لي عاملة ايه.